اللي ما تابع مباراة الجزائر والنمسا في المونديال فاته الكثير. ليس كونها مباراة أكثر من رائعة وفيها إثارة، ليس كون رياض محرز الأهلاوي، ما أدري عاد أقول الأهلاوي السابق ولا أقول ما أدري شو أقول، بتكلم عنه بعد شوي. ليس لأن رياض محرز سجل هدفين في هذه المباراة، بل عشان السيناريو الغريب العجيب الغير متوقع اللي أحداثه كل شوية تتغير. بدت المباراة بهدف للنمسا، في هذه الحالة تأهل النمسا مع إيران وخروج الجزائر من المونديال. بعد شوية تعادلوا الجزائر 1-1، فأصبح السيناريو هو تأهل النمسا والجزائر وخروج إيران من المونديال. بعد شوية سجلوا النمسا الهدف الثاني، فأصبح السيناريو تأهل النمسا وإيران وخروج الجزائر من المونديال. بعد شوية تعادلوا الجزائر، فأصبح الوضع أن الجزائر والنمسا إلى الدور الثاني وإيران خارج المونديال. بعدين بتكتيك رهيب، بسيطرة رهيبة على اللعب، سرقوها الجزائريين وتقدموا على النمسا 3-2. في هذه الحالة تأهل الجزائر وإيران إلى الدور الثاني وخروج النمسا، ورغم أن الحكم احتسب 5 دقائق وقت بدل ضائع، إلا أن بعدها بأكثر من دقيقة استطاع منتخب النمسا التعادل، فتأهلوا الجزائر والنمسا إلى الدور الثاني وخرجت إيران. مبروك للجزائر، ولا يعنيني إطلاقا موضوع النمسا أو إيران. مبروك لمحاربي الصحراء، مبروك للشعب الجزائري، مبروك لأفريقيا، مبروك لكرة القدم. تأهل الجزائر وذهابها في مكانها الصحيح ومكانها الطبيعي في الدور الثاني للمونديال. أتكلم بصراحة عن الجزائر من غير ما تزعلوا مني يا أخواني الجزائريين، فأنا محب ومتابع لمنتخب الجزائر وأنتم تعرفون هذا الشيء. أمام الأرجنتين ما كنت أطالب الجزائر بالفوز إطلاقا، مع العلم شفنا وياكم اليوم مباراة الأردن والأرجنتين، والله ما كانت صعبة على الأردن، قلة خبرة فقط، وتواجد العظيم الأسطورة ميسي في المباراة هو اللي فرق، ولا فريق الأرجنتين ما كان هذاك الفريق المخيف. وخير كلام، خير دليل على صحة كلامي أن ميسي فقط سجل 3 أهداف على لوكا زيدان، 2 منهم من خارج منطقة الجزاء. فما كان المهم الفكرة أني ما كنت أطالب منتخب الجزائر بالفوز على الأرجنتين، ما عندنا مشكلة، إن حصل الفوز خير من الله، إن خسروا وهذا شيء متوقع، إن تعادلوا إنجاز. بكل أمانة صار إن خسروا المباراة. في المباراة الثانية أمام الأردن ما لاحظتوا إني أنا ما طلعت ما تكلمت، لأن والله العظيم خفت إنكم تزعلون علي. أنا كلامي كلام محب، نقد بناء، وليس شماتة لا سمح الله أو أي حاجة من هذا الكلام. ما قدموا في هذيك المباراة ما يشفع لهم. مش هذا منتخب الجزائر اللي أنا أعرفه، مش هذا منتخب الجزائر اللي أنا أنتظره في كأس العالم، مش هذا منتخب الجزائر اللي أنتظر المباراة تخلص عشان أسجل حلقة، عشان أتغنى فيه، عشان أتغزل فيه، عشان أطير فيه إلى السماء. ما كان هذاك المنتخب بكل أمانة. يعني ما أدري شو الموضوع، ما أعرف. ضايقني ظهور المنتخب الجزائري في أول مباراتين أمام الأرجنتين وأمام الأردن. الآن أنا أؤكد للسادة المشاهدين، رغم المباراة الكبيرة اللي قدمها الجزائر أمام النمسا، ورغم الظهور الرائع، ورغم الأهداف اللي تسجلت، إلا أني أقول لكم هذا ليس هو مستوى الجزائر. بإذن الله المستوى الحقيقي سيظهر من المباراة القادمة أمام سويسرا. ولما يعني معلق المباراة صراحة أنا ما أدري كيف يحبون الناس، يعني الناس أذواق في النهاية. أنا يعني يموت المباراة، ما عنده إلا ما عنده شيء ثاني. لكن صراحة استغربت منه لما كان يتمنى عدم تسجيل محرز، قالها هو صراحة للهدف الثاني. الفكرة عشان أقابل سويسرا ما أقابل النمسا. خطأ هذا الكلام، خطأ. يعني أنت المفروض أنك معلق وعندك اكتبوا لي اسمه في التعليقات، والله نسيت اسمه، وعندك خبرة ومعلق على عشرات المباريات. طيب منتخب النمسا سجل في آخر دقيقة في المباراة،
لو ما كان مسجل رياض محرز عشان وجهة نظرك انت اللي غلط، كان منتخب الجزائر الآن برا البطولة. كلام مرفوض، كلام مرفوض. بالعكس، رياض محرز لاعب كبير، منتخب الجزائر لا منتخب كبير جدا، أينما وضعته الأقدار يلعب. إن فاز قلنا له مبروك، إن تعادل قلنا له مبروك، إن خسر ودع البطولة قلنا له هارد لك، لكن ما نحرضهم إنهم يخسرون أو يتعادلون عشان ما يقابلون أسبانيا، عشان يقابلون سويسرا. غلط هذا الكلام. وقلت لك دليل على صحة كلامي، ماذا لو لم يسجل رياض محرز بناء على تحريضك هدف الثاني وسجلت النمسا في آخر ثواني؟ كان الجزائر الآن برا البطولة، كان احنا قاعدين نلطم الحين ونبكي وقاعدين نتحسر. لكن الحمد لله رب العالمين، خبرة لاعبي الجزائر، خبرة رياض محرز اللي جاب للأهلي نخبتين بالراس توجع، نخبتين هناك، وهني بإذن الله تعالى بيوصلهم مع أخواننا الصغار الموجودين في المنتخب إلى أدوار متقدمة أبعد من الدور الثاني بإذن الله تعالى. وهذا توقعي كان قبل كأس العالم، وتكلمت وقلت أن المنتخب الجزائري سيصل أبعد من الدور الثاني بإذن الله تعالى. أكيد 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 إحنا مش قاعدين نطالبهم أنهم يأخذون كأس العالم ولا يرفعون كأس العالم ولا يقولون نحن أبطال العالم. إن شاء الله تعالى في يوم من الأيام يعني الأحلام تتحقق، لكن مش مطالبين بهذا الشيء. المطلوب منهم الظهور بمستوى رائع، الظهور بمستوى مشرف، احترام أنفسهم، احترام بلدهم، احترام علم الجزائر، ويقدمون اللي يقدرون عليه. في النهاية كرة القدم فوز وخسارة. لكني انصدمت لما المعلق قال هذا الكلام، والله العظيم انصدمت. أقول في بالي شو هالتفكير؟ طيب لو سجلوا عليك هدف يا أخي. لا بالعكس، سيناريو كان جميل، سيناريو كان رائع وأكثر من رائع. الجزائر الآن تحديدا أمام النمسا بدأ يظهر بمستوى المنتخب الجزائري اللي نعرفه، ولو ما كان طالع بهذا المستوى والله كان زعلت وتكلمت وقلت أنا سابقا أن الأردن بهدلوا النمسا، بهدلوا النمسا، وانت الجزائر تصنيفك أفضل من الأردن، فمطلوب منك أفضل مما قدمت الأردن أمام النمسا. عموما لا نكثر الكلام ولا البكاء على اللبن المسكوب. راح الدور الأول من كأس العالم بخيره بشره بمستوى السيء الجيد أيا كان. ملاحظات كثيرة على الحارس طبعا مش وقت أني أتكلم عنها، هذا كله راح. الآن خروج المغلوب، ما في مرحميني، ما في سكند شانس، ما في فرصة ثانية، ما في هذا الكلام كله. انتوا قدها بإذن الله تعالى. ننتظر منكم مباراة رائعة لعيون هذه الجماهير الوفية، لعيون هذه الجماهير اللي حاضرة، لعيون هذه الجماهير اللي تشجع من قلبها، ليس فقط الجماهير الرائعة والأكثر من رائعة اللي حاضرة في كنساس سيتي أو حاضرة في أمريكا بشكل عام أو موجودة وعايشة في أمريكا بشكل عام، بل حتى المشجع الجزائري في الجزائر هناك ينتظر منكم أداء مشرف بإذن الله تعالى. والحظ بفضل الله سبحانه وتعالى وضعكم أمام سويسرا. وخلوني أكون صريح، خلوني أكون واضح معكم وأتكلم محبة للمنتخب الجزائري. المنتخب السويسري والله مش أحسن منك، المنتخب السويسري مش أحسن منك، المنتخب السويسري مش البرازيل ولا الأرجنتين ولا حتى المغرب. المنتخب السويسري منتخب متواضع عادي جدا، تستطيع أنك تفوز عليه، تقدر أنك تسعد شعب كامل، تسعد قارة كاملة، تسعد محبين منتخب الجزائر من كل مكان بهذا الانتصار. بطلع في حلقة ثانية بتكلم أكثر، لكن حبيت أقول رأيي ووجهة نظري في منتخب الجزائر اللي أحترمه أكيد وأحترم لاعبينه. ورياض محرز يقولون والله أنا سمعت بس ما تأكدت من المعلومة، أكدوا لي في التعليقات في أسفل الفيديو هل فعلا خلاص طلع من النادي الأهلي. سمعت انه يقولون بيروح أمريكا، هو وأسرته يحبون يعيشون هناك، بيلعب في الدوري الأمريكي. إلى الآن ما تأكدت، لما بتأكد بخبركم بإذن الله تعالى. الحب والعشق، على فكرة أنا مسوي أغنية لرياض محرز، سامعينها أنتم من قبل ولا لا؟ رياض محرز الله أكبر، حطوا لي إياها. ملك الكنترول ما في مثله في الملاعب، ملك الكنترول رياض محرز أحلى لاعب، ملك الكنترول ما في مثله في الملاعب، ملك الكنترول رياض محرز أحلى لاعب. رياض محرز الله أكبر، رياض محرز الله أكبر، رياض محرز الله أكبر. 1 2 3 فيفا الجيري، 1 2 3 فيفا الجيري.
فعلا ملك الكنترول، فعلا ملك الكنترول. الأغنية موجودة بالكامل في اليوتيوب، اللي ما سمعها يروح يسمعها، اكتبوا رياض محرز طارق المحياس أو شيء من هالقبيل بتطلع لكم بإذن الله تعالى. الحب لرياض محرز، الحب للجزائر، الحب لكل المنتخبات العربية، والحب لكم أولا وأخيرا متابعيني الكرامة. لا تنسوني من دعائكم ومن اللايك والفولو.